أهلا بيكم الحلقة السادسة من مسلسل سراب. بطلة الحلقة النهاردة هي منى. منى تبقى مرات دكتور عاصم، وفي نفس الوقت هي مديرة المدرسة اللي كان فيها زين. بتبتدي الحلقة عن معاناتها مع جوزها اللي دايما مش مهتم بيها هي والأولاد، وكل حاجة عنده عادية جدا. بتكون راجعة من رحلة قبل الحادثة بشهرين، بتكون راجعة من رحلة هي وولادها، وبيكونوا بيتكلموا إن عاصم مش مهتم بيهم وما بيروحش معاهم الرحلات دي. لكن ابنها بيقولها لو كنا مدينا شوية كان ممكن بابا يجي معانا. بتقول له اتحداك لو عمل كده. بيتصل ابنه وبيفهمه ان هما لسه موجودين هناك، وبيقولوا ان هما هيمدوا شوية علشان هو يجي. لكن للأسف هو بيقول للولد لا مش هينفع ان انا اجي، وبيحرج الولد قدامهم، اللي طبعا لما بيقفل معاه بيقول ان هو جاله مكالمة علشان كده هيرد عليه بعدين. بترجع منى البيت وبتلاقي البيت مبهدل ومكركب جدا، ومفيش حاجة نظيفة في البيت لأن هو واضح إن شخصيته مهملة جدا. بالإضافة إن هي بتخش كمان بتلاقي الزرع بتاعها مات لأنه ما كانش بيسقيه وهي مش موجودة. بعدها بتقرر منى انها تغير حياتها. سليم بيبقى طالع وبيلاقي عفش بينزل من البيت، بيطلع يقول لمامته ايه العفش اللي نازل من البيت ده. فبتقول له انا قررت ان انا اغير حاجات كتيره في البيت. وبيشوف حد من العمال منزل الكرسي بتاع ابوه، بيتخانق معاه وبيرفض ان الكرسي ده ينزل لان ده كرسي ابوه. وبتقول له انا وبابا محتاجين ان احنا ناخد فتره مع بعض. في الوقت ده بيجي عاصم وبيقول لها حلو التغيير اللي انت عملتيه في البيت ده. فبتقول له ايه رايك؟ فبيقول لها حلو قوي. بتقول له بس للاسف انت مش هتكون موجود معانا لان احنا محتاجين ناخد فتره مع بعض. بيجي سليم وبيشوف باباه وهو في الوضع ده، بيجي يتكلم بيقول له بس يا سليم ما تتكلمش. سليم بيهاجم مامته علشان باباه، لكن باباه عاصم بيقول له بس ما ينفعش ان انت ترد مع مامتك، وبينزل هو كمان ارضاء لرغبتها. بعد كده ابنها بيتكلم معاها. بينزل عاصم من البيت ارضاء لرغبتها، ولانه ما بيكونش عايز يعمل مشاكل معاها، وبيروح يقعد لوحده في المكان اللي هو قاعد فيه. لكن في الوقت ده ابنها بينتقدها وبيقول لها انت عايزه تكون انت اللي بتحكمي هنا، بابا هو الراجل وانت عايزه تحكمي انت، حتى انا كمان عايزه تلغي شخصيتي. بصي على شكلك كده، حتى شكلك بقى شبه الرجاله من كتر ما انت حاطه نفسك في اطار الراجل. انت عايزه انت اللي تحكمي وانت اللي تأمري وانت اللي تنهي، وانت لو عملتي كده انا مش هقعد معاكي وانا هروح اعيش مع بابايا. بتكون هي موجوده في المدرسه، بتبص على مدرس اسمه حازم، شاب صغير بتكون عينيها عليه. وفي يوم بتبقى خارجه من المدرسه وبتكتشف ان الكاوتش بتاع العربيه بتاعها نايم، ووقتها ما بتبقاش عارفه تعمل ايه. بيخرج هو من المدرسه مع زميله ليه اسمها ساره. لما بيشوفها بيروح لها وبيقول لها خير في مشكله. فبتقول له ان الكاوتش بتاع العربيه بايظ وهي هتشوف ونش ولا حاجه يشيله، لكن هو بيعرض عليها ان هو يساعدها مادام في ستبن. بيقلع القميص بتاعه علشان ما يتوسخش، بس في الوقت ده بتكون هي عماله تبص عليه لانه واضح ان هو عاجبها. بيبص لها وهو بيعمل الكاوتش وبيقول لها تصدقي النضاره دي حلوه فيكي؟ فبتقول له اه ما هي النضاره دي انا بحب البسها علشان كده. بيخلص لها كاوتش العربيه. تاني يوم بتكون موجوده في التحقيقات علشان قضيه الولد زين، وبيسالها رئيس النيابه. بيسالها على زين وبيقول لها ازاي هو يخرج من المدرسه طول ما فيش اي ورقه مكتوبه من الاب والام، هل ده ينفع عندك؟ فبتفتكر موقفها مع طارق لما وقف زعق لها وقال لها انت مفيش ورقه مني او من امه ان انت تسيبي الولد يخرج مع حد. بتقول له الولد جري عليه لانه هو عارفه. فبيقول لها وتفسري ده بايه؟ فبتقول له ان هو شافه قبل كده وممكن يكون شافه مع مامته، انا سمعت ان هما كانوا مخطوبين. وبعد كده بتفتكر زين لما كان في المدرسه وباباه بيتاخر عليه، وبتروح علشان تتكلم معاه. بيكون هو قاعد لوحده، بيكون متضايق، بيفضل يفتح الباب وبيقفله. ولما يجي طارق علشان ياخده بتبتدي تتكلم معاه، وبتقوله ان الولد سلوكه مختلف وان الولد بيقعد لوحده ما بيتعاملش مع حد، وبتنصحه ان هما ما يسيبوهوش بعد اليوم الدراسي لوحده، وبتتاسف له ان هي كده بتتدخل. فبيرد عليها وبيقول لها حضرتك متجوزه؟ فبتقول له ايه علاقه السؤال؟ فبيقول لها ردي بس عليا. فبتقول له اه متجوزه. بيقول لها طب وايه علاقتك مع جوزك؟ عايزه اعرف. فبتقول له ايه حضرتك اللي انت بتقوله ده؟ فبيقول لها ده بالظبط زي ما انت اتدخلتي دلوقتي ما بيني وما بين ابني وبتحاولي ان انت تنصحيني، ده ما يخصكيش. وبترجع لوكيل النيابه تاني اللي بيسالها عن نديم، وبيقول لها انا عرفت ان جوزك هو الدكتور بتاعه. فبتقول له اه فعلا. بيقول لها طب انت شفتيه قبل كده في المدرسه مع الولد؟ فبتقول له لا انا ما شفتوش قبل كده. بيقول لها طب انت تعرفيه؟ فبتفتكر لما في يوم من الايام وهي قاعده هي وبنتها فجاه لقت عاصم داخل عليها ومعاه نديم، واتفاجئت وهي قاعده كده بهدومها عادي كده، فاتضايقت من الموقف ده وقال لها انا عندنا ضيف. فدخلت جوه وندهت عليه وقالت له انت ازاي تجيب حد كده البيت بدون ما تستأذني؟ بيقول لها عادي انا لقيت نفسي قريب من البيت وبصراحة كنت ناوي اكلمك بس نسيت. ولو في اكل ماشي ولو ما فيش اكل عادي مش مشكلة، انا ممكن اطلب دليفري. هي هتاكلي معانا؟ بتقول له هي دي كل مشكلتك، هي ان في اكل ولا لا وان انا هاكل معاك؟ انما كون ان انت تدخله كده فجأة وتجيب راجل غريب البيت ده بالنسبة لك عادي جدا. فبترجع لوكيل النيابة
تاني اللي بيقول لها جوزك ما كلمكيش عنه قبل كده، فبتقول له لا طبعا ما كلمنيش، لانه نوع من اسرار المرضى ما ينفعش يتكلم معانا فيها، واحنا ما نعرفش اي حاجه عن شغله. وبترجع المشهد وهي قاعده في البيت مع اولادها اللي بيهاجموها، وبتقول لهم ان هي ناويه تسيب باباهم. فبيقول لها طب هو غلط في ايه؟ فبتقول لهم هو للاسف ما بيغلطش في حاجه، هو منظم جدا، هو ما بيغلطش، ما بيعملش اي حاجه غلط، هو روتيني زياده عن اللزوم، كل في حاجه في حياته روتينيه، ما بيغيرش هدومه، ما بيغيرش شكله، حتى لو التيشيرت بتاعه اللي هو متعود يلبسه قدم، بيروح يشتري واحد نفس التيشيرت بالظبط، ما فيش اي تغيير في حياته خالص، هو مثالي زيادة عن اللزوم. بترجع للمدرسة تاني، وبيكون المشهد ده قاعدة مع حازم اللي هو الموظف او المدرس اللي هو عاجبها، بيجي وجايب لها جهاز علشان لما الكاوتش يعمل منها كده تاني تقدر ان هي تعمله. فبتقوله ان هي متشكرة جدا على اهتمامه. وفجأة بيلاقيه بتحط ايديه على ايديها، وبيقول لها انا يا ريتك تحسي بيا، انا من زمان وانا نفسي اقرب منك، ونفسي ان احنا نتكلم مع بعض. بتكون هي مستغربه لكلامه، وبتقول له بس ما ينفعش اللي احنا بنعمله ده. فبيقول لها ان انت مش عارفه قيمه نفسك، ومش عارفه انت جميله ازاي، بس كل ده طبعا بيكون في خيالها. وفجاه حازم بيقول لها ايه يا استاذه منى، في حاجه؟ فبترجع للوعي تاني كده، وبتقول له لا مفيش حاجه، متشكره قوي على الهديه اللي انت جبتها لي. المشهد اللي بعده بتكون قاعدة مع ملك، وبتقول لها ان زين لازم يرجع المدرسة ويمارس نشاطاته تاني. ملك بتقول لها انا شايفة كده، بس باباه هو اللي رافض. فبتقول لها ليه كده؟ غلط، لازم يتابع نشاطه، لازم تشوفوا له حد كويس يقعد ويتكلم معاه. بيدخل طارق في الوقت ده، وبيقول لها ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت عايزه دكتور نفسي؟ ايه رايك نعالجه عند جوزك؟ وبعدين انت شوفي انت هتعملي ايه لما هوديكي في داهيه، وانتي والمدرسه بتاعتك، وهخرب بيتك. فبتقول له ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ بيقول لها انت لسه ما شفتيش مني حاجه، ده انا لسه هخرب بيتك وبيت المدرسه، على ان انت ازاي تهملي وابني يتخطف من المدرسه وانت قاعده موجوده. وبعد كده بيحرجها وبيقول لها يلا نورتي. فبتقوم وتمشي، وملك بتفضل تعتذر لها، لكن هو ولا همه حاجه خالص. ملك بعد كده بتقول له ليه الاسلوب اللي انت اتكلمت معاها بيه ده؟ بيقول لها هو ما ينفعش غير ان انا اتكلم معاها كده. بتقول له انت احرجتني معاها جدا. بيقول لها عادي سيبك منها. وهنا ملك فعلا بتاخد ابنها وبتروح لاستشاريه نفسيه اللي بتكون قاعده مع الولد، بس طارق مش عاجبه، وبتقول له لازم نسيبها نتكلم. بيقول لها بقاله نص ساعه. فبتقول له دي حاجه كويسه، معناها ان هو بيتكلم. بتخرج الدكتوره وبتقول لهم ابنكم كويس جدا وما فيهوش اي مشكله، كل الموضوع بس حاولوا ان انتم ما يبقاش في مشاكل ما بينه، لان المشاكل دي بتاثر على نفسيته. المفروض ان هو دايما يشوف جو كويس في البيت، جو ما فيهوش اي مشاكل. ساعتها هو بيحرجها وبيقول لها طب فين ابني بقى، وبيقفل معاها الكلام. هنا منى بتكون قاعده في بيتها قدام المرايه، وبتتخيل ان حازم جنبها، وبيقعد يقول لها انت جميله قوي، ما كنتش متخيل ان يجي اليوم اللي احنا الاتنين نكون مع بعض فيه. وفجأة بتكتشف في الآخر إن هي كانت نايمة، وبنتها لما بتيجي تصحيها بيطلع كل ده كان حلم، وإن ده كله مش حقيقة. بتاخد بنتها بالحضن وبتقول لها ايه ده، هي الساعة كام؟ بتقول لها ده الساعة 10. بتقول لها احنا اتأخرنا على المدرسة. بتقول لها صح صح يا ماما، النهاردة الجمعة أصلا ومفيش مدرسة. بعدها بتكون قاعدة مع البنت اللي بتعمل لها مانيكير وباديكير، وبتقول لها عن واحدة صاحبتها بتحب واحد أصغر منها، انت شايفة ان ده ينفع؟ فبتقول لها ايه المشكلة يعني ما ينفع؟ قالت لها طب عيالها هيرضوا بالموضوع ده؟ طب وجوزها طليقة؟ قالت لها هو مش طليقها خلاص، طلقها ملوش دعوة بيها، وعيالها مع الوقت هيتأقلموا. طب انت عارفة مدام مش عارفة مين دي اتجوزت واحد أصغر منها ب20 سنة، وهي كل يوم فسح وخروج، وعارفة مش عارفة مدام مين. فبتقعد تحكي لها قصص كده للستات المفروض ان هم بعد ما اتطلقوا، بعد ما جوازتهم ماتوا، عاشوا حياتهم واتجوزوا. بتكون بعدها موجودة في المدرسة، وبيجي حازم بيدخل عليها بيقول لها أنا كنت عايزة أتكلم معاكي في حاجة. فبتقول له أنا كمان كنت عايزة أتكلم معاك، اللي بيحصل ده ما ينفعش إن هو يحصل. فبيقول لها إيه اللي بيحصل؟ بتقول له أنت فاهم وأنا فاهمة، إحنا لازم يكون في حدود ما بيننا. بيقول لها حدود إيه كل ده؟ هو مش فاهم أي حاجة، لأن كل المعتقدات دي في دماغها هي بس. فبتقول له اخر مره تقرب مني، وبعدين انا خلاص عملت لك ان ده اخر سيزون ليك في المدرسه، وكتبت لك كمان شهاده ان انت مدرس كفء. فبيقول لها طب ليه انا عملت ايه يعني علشان امشي من المدرسه؟ بتقول له انت عارف كويس ولا وانا صغيره ولا انت صغير وفاهم اللي انا بتكلم فيه ايه؟ امال انت كنت جاي عشان تقول ايه؟ فبيقول لها انا كنت جاي علشان اقول لك ان انا ومس ساره اتخطبنا وبعزمك على الخطوبه. بتقول له مس ساره؟ فبيقول لها اه، وبيقوم وبيسيبها، لكن هي بتندع عليه وبتقول له ان هو ياخد الظرف اللي كاتباله فيه الشهاده بتاعه الخبره، بياخده وبيمشي. بتروح تتقابل هي وعاصم اللي بيكون جايب لها ورد، وبيقول لها انا عايز اعرف انت ايه اللي غيرك من ناحيتي كده. بتقول له انا حاسه ان احنا ما ينفعش نكمل. بيقول لها ليه؟ بتقول له انا اصلا من البدايه اتجوزتك وانا صغيره وما كانش فيه حب، كنت متخيله ان بعد الجواز
هحبك، لكن ده ما حصلش. تخيلت لما نخلف برضه هحبك، لكن ده برضه ما حصلش. انا ما قدرتش احبك يا عاصم كل السنين دي، وكان المفروض ان احنا نسيب بعض من زمان. فبيقولها بس انا ما عملتلكيش حاجه، انا اي حاجه حتى ما بسيبكيش تزعلي. انا لما بتزعلي ما بيهونش عليا تنامي من غير ما اكون مصالحك وبصالحك. انا ما بعملكيش اي حاجه، انا زوج مثالي، لا بزعلك ولا بعملك حاجه. بتقول انا عارفه ان انت مثالي، بس انا حياتي ما بقتش مناسبه حياتك. وبعد كده بيقول لها، فبتقول له لازم تطلقني. وفجاه كده بيقوم قايل لها هو انت جربتي الكريب بتاع المطعم ده؟ ده الكريب بتاعهم حلو قوي، هيعجبك. وكانه مش همه كل الكلام اللي هي بتقوله. بتتضايق لان مفيش فايده في الكلام معاه. وبعد كده بتسيبه وبتمشي وبتقول له خلاص انا كلامي خلص معاك. وبتقوم وبتسيبه وبتمشي. المشهد اللي بعده بتكون حفلة المدرسة اللي بيجي طارق متأخر فيها. ومجرد ما بيدخل طارق ملك بتقوله انت ايه اللي اخرك كده؟ بيقول لها هو العرض خلص؟ فبتقوله لا. لا يبقى ما بقتش متأخر، واديني قاعد بتفرج على العرض عادي. وبيكون فرحان جدا بابنه وهو بيعمل العرض. وفي نفس الوقت منى واقفة ومتابعة سارة وحازم هم قاعدين بيبصوا لبعض. بتكون هي متضايقة وغيرانة. وفي نفس الوقت بيكون طارق جاي هنا علشان هو بعت اخوه للقسم علشان يضرب نديم. وطبعا هو يكون بعيد عن الشبهة. فالأحداث بتكون الولاد بيغنوا وطارق بيتفرج وبيصور، ومنى غيرانة من البنت اللي اسمها سارة. وفي نفس الوقت نديم بيتضرب ومرمي في الأرض سايح في دمه. هنا طارق بعد ما روحوا بيكون واخد السكوتر بتاعه خارج، وبيجيله مكالمة من أخوه اللي بيقوله اطمن كل حاجة بقت تمام وعملت لك معاه اللي انت عايزه بالظبط. وبتخلص الحلقة على كده وهو نديم مرمي في الأرض بيتألم وسايح في دمه. الناس اللي حابة تتابع باقي المسلسل ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة علشان يوصلها كل جديد.